سنة الجريمة هي 2020، ولكن عشان نفهم عبير ازاي أبدعت مفهوم الخيانة المركبة، وإن هي مش الوحيدة اللي هتنغمس في الوحل وتبقى وحشة، لأ هي خلت الناس اللي حواليها كلهم وحشين. لازم نرجع شوية بالزمن، وعشان نفهم عبير وطبيعتها لازم نرجع 17 سنة لورا. وخلينا بنتكلم بخصوصا في منطقة الجيزة، وصبر اللي كان بيشتغل وتربى في الشارع هو وأهله في البيت ده. ودايما صبر كان عنده حلم ان هو يكون اكبر من اللي حواليه كلهم، وان هو يكون هو اللي بيدير العمال ده، لانه فعلا كان شاطر ويستاهل حاجة زي كده. ومش دايما حلمه زي اخواته او حتى قرايبه ان هو يبقى مجرد عامل بيتأمر، لا كان نفسه كمان اللي هو يؤمر ويتأمر. وبعد ما كمل هو 26 سنة، قرر ياخد أكبر خطوة في حياته وهي الجواز. وعايزة أقولكم إن في وقتها ملقاش غير عبير جارته في نفس العمر، بنت كويسة وجميلة وخلوقة، ولكن هو الحاجة الأولى عنده كانت إن هي تكون جميلة. وعايزة أقولك إن هما اتجوزوا، وأول ما اتجوزوا صبر مكدبش على عبير في حاجة، وقال لها طموحه عامل ازاي وان هو هيغير لها حياتها، ولكن ان هي تصبر معاه وتقف في ظهره وما تستعجلش. حكالها قد ايه هو عنده طموح ان هو يكون مقاول كبير ويكون ماسك مشاريع كبيرة جدا. طبعا هي اعجبت بالطموح ده، ان طول ما في طموح في تغيير. ولكن كالعادة بعد وقت من الجواز تبدأ المشاكل، وصابر كانت اي مشكلة بتطلع بيحاول على قد ما يقدر يعديها بدري. وعبير كذلك، بعد ما تقوم المشكلة ويبدأوا يتخانقوا تعرف ان الخناقة دي ما كانش ليها اي 30 لازمة، وتحاول على قد ما تقدر هي كمان تلمها بدري بدري، عشان لو المشكلة كبرت ممكن تخرج بره ايديهم وهم ما يعرفوش يتصرفوا في الوقت ده. ومن خلاص الدنيا قربت على الطلاق، جه المولود الجديد من بعد اول سنة جواز. والمولود ده كان إعادة ربط الجوازهم من أول وجديد، بمعنى إن هم حاولوا على قد ما يقدروا يقللوا الخلافات اللي ما بينهم ويوصلوا لنقطة مستوية هما الاتنين. ولكن دايما كان عبير عندها مشكلة، إن صابر طول الوقت في الشغل ومركز فيه أكتر من اللزوم، وهو ما بيقعدش معاها أبدا. لو كانت على دي المشكلة فهي عندها حق، إما المشكلة اللي في قلبها فعلا هي غير كده تماما. ولكن صابر كان عنده مشكلة مختلفة تماما مع عبير، ان هي ما كانتش بتعتني بنفسها او بانوثتها او بنظافتها الشخصية. وما كلمها اكتر من مرة على الموضوع ده، دايما كانت بتتهمه بان هو يعرف ناس تانية غيرها، وان هو يعرف ستات غيرها، وان هو اكيد طالما بيتكلم على الحاجات دي يبقى شاف بره. وبعد 5 سنين من الجوازة دي يجيلهم مولود كمان. وبرضه في الوقت ده كانت كل حاجة زي ما هي، طموح صابر ان هو يكون مقاول كبير، والمشاكل اللي ما بينه وبين مراته، ولكن هما كانوا دايما بيعدوها عشان البيت ما يتخربش. ومرت السنين وصابر ما بيوقفش شغل، وكل ده عشان يوصل لحلمه ويبقى مقاول كبير، ويبقى ليه سمعته في وسط الناس ويشتري شقة، او نقدر نقول بيت من بابه. ولكن فعلا كل مجتهد وليه نصيب، وصبر بعد الجهد اللي قعده ده كله حاجة في حاجة بقى تكون مبلغ مالي كبير، وفعلا اشترى بيت من بابه في نفس المكان اللي هو عاش فيه. وقال ان هو هياخد الدور الاخير بالروف عشان يبقى بتاعه لما يكبر، ولكن الدور الارضي والاولاني هيكون لولاده الاتنين، وان هو هيجهزها لهم مع مرور الوقت. وفي نفس الوقت ده كانت سمعته عاملة زي البرلاند، ودايما بيحافظ على فلوس الناس ويعمل الشغل بأعلى جودة. ودايما الناس كانت بتقول عليه ان هو شخص امين وطيب، ولكن كانوا بيقولوا عكس العكاس على عبير، اللي دايما كانوا بيقولوا ان هي دايما بتستغل صابر لاحتياجاتها الشخصية. ان المشاكل اللي ما بين صابر وعبير ما انتهتش برضو بعد كل الوقت ده، وعشان في 2016 قرر ان هو ينفصل على عبير. وعبير اخدت الاولاد وقعدتهم عند مامتها. وصابر كان راجل امين وراجل بمعنى الكلمة، مجرش مراته في المحاكم او غيره، لا ده ادالها كل نفقاتها الشرعية، وكل الموضوع بشكل ودي ما بينهم. وقعد يصرف على عياله لحد ما بدأوا يكبروا، وكان حرفيا مش حارمهم من حاجة، ولكن بس ان هو قطع العلاقة اللي ما بينه وما بين عبير. ولكن في الوقت ده عبير كانت زرعة في دماغ عيالها ان هي اللي بتجيب المصاريف دي، وان ابوهم سايبهم وخلاص نساهم، وفي الغالب فترة وهيتجوز واحدة تانية كمان، هيجيب لهم بعد كده مرات اب.
ودايما كانت بتزرع في دماغهم سيناريوهات ما حصلتش ولا هتحصل. ولكن ولادها ذات نفسهم مش من أهل الحتة كمان، اللي اتفاجئوا لما لقوا ان عبير بعد 3 شهور العدة بدأت تتجوز راجل تاني. والراجل التاني ده اللي على حسب كلامه يعني كان بيحبها من زمان، من قبل كمان ما تتجوز صابر، لكن هو وقتها ما كانش جاهز ماديا بشكل كافي، عشان كده ما خدش الخطوة دي وراح اتقدم لها. ولكن بعد ما اتجوزت برضه في خلال السنة دي جوزها التاني عانى من نفس المشكلة اللي كان بيعاني منها صابر، وهي عدم النظافة الشخصية وعدم الاهتمام بالنفس، وان هو كان في خياله حاجة واللي قدامه حاجة تانية. وعشان كده بعد سنة بالظبط ما طقش وطلقها. ولكني عايزة اسألكم سؤال، هل الاسباب دي كافية لدمار عيشة او حتى طلاق ما بين زوجين؟ يعني حصل مشكلة زي كده قدامكم وفعلا ملهاش حل؟ يا ريت تقولولنا في التعليقات. ولكن بعد 6 شهور من الطلاق الاولاني والتاني يبدأوا اهل الحتة تتجمع على صابر ويحاولوا يلموا الشمل من اول وجديد، ويقولوا ان انت لازم تربي ولادك تحت عزوتك مش تحت عزوة راجل تاني. وفعلا في اخر 2016 يبدأوا يرجعوا لبعض تاني، والاتنين يوعدوا بعض ان هما مش هيرجعوا يعملوا المشاكل اللي كانوا بيعملوها دي زمان، ان عبير هتبدأ تهتم بنفسها اكتر، وان صالح هيخفف من اي حاجة كانت بتضايق عبير. ولكن يلاقي صابح ان بعد سنة من الجواز رجعت ريما لعادتها القديمة ومفيش ايا يكن حاجة حصلت، ولسه بيشتكي من نفس المشاكل. ولكن صابر وقتها اتعود على مشاكل عبير وقال ان هو مش هيبدأ يعمل معاها مشاكل تاني على حاجات التافهة دي، وان خلاص هما اتعودوا على بعض، وان لو هما بعتوا عن بعض تاني الوحيد اللي هيكون متضرر هو الاولاد، وان هو كان حلمه من احلام حياته ان هو يبني لنفسه عزوة، فعشان كده استحملها وهي استحملته. كانوا بيعدوا اليوم مع بعض لحد ما عبير خلفت له الرابع. ونيجي بقى لحد 2020 وبالتحديد يوم 15/7. وفي اليوم ده ان هو مظهرش طول اليوم، مع ان اخواته متعودين ان هما يشوفوه وهو نازل من البيت وهو طالع من البيت، لانهم عايشين في نفس الحتة. رنات ما تنتهيش وصابر برضه ما بيرد، فقالوا يسألوا عبير مراته هو فين او ان هي تعرف عنه حاجة. قالت لهم والله هو نزل من الساعة 8 الصبح ولحد دلوقتي معرفش عنه حاجة. وطبعا الاخوات بدأوا ان هو يقلعوا على اخوهم، لان من الطبيعي ان هو دايما كانوا بيشوفوهم، لان المكان بتاع الشغل موجود في الشارع وكلهم جيران في بعض. ولكن لما عبير راحوا واتهموها ان هي متأكدة ان هي متعرفش حاجة عن جوزها، قالت لهم ان هي متعرفش، وان هو اكيد اتجوز واحدة تانية وانتوا عارفين. وطبعا بسبب الخناقات المستمرة اللي بين عبير وصابر الدايمة، كان اخوات صابر متضايقين من عبير وحاسين ان في حاجة غلط هي مخبيها وراها، لحد ما استنوا تاني يوم راح عملوا بلاغ بالتغيب صابر ان بقاله 24 ساعة مش لاقيينه. ولما راحوا سألوا في الشغل قالوا ان اليوم اللي قبله اللي هو كان يوم الاربع ما راحش الشغل برضه. ورجال الشرطة على طول يروحوا البيت عشان يبدأوا يحققوا مع مراته، ولكن عبير بمنتهى الهدوء تقول لهم اللي هي عارفاه، اللي هي ان هو نزل من الساعة 8 الصبح وهي متعرفش حاجة، وان هي متأكدة ان اخوات جوزها بيداروا على جوزها ان هو اتجوز واحدة تانية. كل ده عشان انا معملش بوليكة او مشاكل. ولما سألوها ان ليه ما عملتيش غياب تغيب اول ما لقيتيه ان هو غاب زيادة عن اللزوم، قالت لهم ما انا عارفة ان طالما اخواته دخلوا في الموضوع يبقى هو يعمله، وان انا مطمنة ان هم يعملوا كل شيء ممكن. بصراحة كان كلامها مقنع ومترتب قوي، ان واحدة جوزها بقاله غايب 24 ساعة وهي متعرفش عنه حاجة. ولكن بعد رجال الشرطة وهم خارجين يلفت نظرهم كاميرا مراقبة، واللي هي كانت في احدى المحلات اللي كان عندهم ATM، فكانوا بيحموها. وده طبعا مش اللي في العادة قرى زي دي، لان ما بيكونش فيه كاميرات غير على الطرق السريعة دي لو كانت شغالة اصلا. وبعد كده يفرغوا كاميرات ولكن ما يلاقوش صابر في اي مكان، ولا بقى يوم الاربع الساعة 8 الصبح ولا حاجة من اللي قالتها عبير. لكن يلاقوا حاجة مريبة جدا، يلاقوا ان في اليوم اللي قبله اللي هو يوم الاربع ان في شاب طلع البيت. في نفس الوقت بعدها بشوية عبير وابنها الكبير اللي كان عمره وقتها 19 سنة شايلين مرتبة وباين عليها التقل ويحطوها فوق تروسيكل ويمشوا بيها.
وبعد كده لما يترقبوا الكاميرات عشان يعرفوا بعد كده ودوا المرتبة فين، لقوها ان هم بيرموها في ترعة بعيدة جدا جدا عن القرية. ولما عايزين يعرفوا مين الشاب اللي طلع بالليل ده، وهو كان ابن اخت عبير. ولما يروحوا هناك رجال الشرطة عشان يشوفوا المرتبة، ولكن ما يلاقولهاش اي اثر، فص ملح ودابت. ولكن بعد ما رجعوا تاني للفريق اللي كان بيراجع كاميرات المراقبة، لقوا ان في واحد راح اخد المرتبة اللي كانت في الترعة وحطها ومشي. ولكن الغريبة ان الكاميرات مش جايبة هو راح فين ولا شكله عامل ازاي. وهنا يبدأوا يشكوا اكتر في عبير ان هي لازم تحط تفسيرات وسيناريوهات للي حصل قدامهم ده. وبعد كده لما اخدوا ارقام العربية عشان يعرفوا العربية اللي اخدت المرتبة بعد كده دي بتاعت مين، لقيها ان هي بتاعت ابن اخت صابر. الموضوع قاعد بيغرب اكتر واكتر، وراحوا جابله وليد عشان يتم الاعتراف كمان. اما بقى وليد فهو ليه قصة لوحده. وليد عنده 28 سنة، وخرج من السجن كان بقاله 6 شهور من تاريخ الجريمة ده، وكان محبوس بقاله 6 سنين. وهو اول ما يطلع يعجب بعبير جدا جدا، وعبير كمان تعجب بوليد جدا، وتحس ان هي لقت الراجل اللي شاركها في الحياة الحقيقي، مش بس اللي بيحكم على المظاهر. والعلاقة اللي ما بينهم كبرت لدرجة ان هي بقت علاقة كاملة. وابنها الكبير اللي كان عنده 19 سنة كان يعرف كمان ان في علاقة ما بين امه وما بين وليد ده. وعشان هو اصلا ما كانش طايق ابوه، وكان عادي بالنسبة له لانه كان معبي من الكلام اللي كانت بتقوله له مامته زمان. وعلى طول وليد يكون عايز يتجوز عبير، ولكن كان صابر عقبة في حياته. وهنا بقى يجي دور ابنها، وهو بيقول لها ان انتي لو اتطلقت منه فاحنا مش هنمسك اي فلوس عدلة، فاحنا لازم نخلص عليه. هنا يحصل كأن كل مشاكلهم كانت عبارة عن باب سحري، لو فتحوه وخلصوا صابر من حياته يكونوا حلوا المفتاح لكل مشاكلهم. عبير هتبيع الشقة والأراضي وتمسك الفلوس، وولادها يورثوا من أبوهم بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت هي تتجوز وليد ووليد يتجوزها. ولكن وليد يعترض ويقول لهم ان هو كده كده انت وابنك هتاخدوا من الميراث، ولكن انا احتمال كبير انت ما تدينيش حاجة بعد ما تاخدي ميراث، فعشان كده انا عايز يا دوبك نص حق ناشف دلوقتي. انا عايز 25,000 جنيه عشان كمان يعرف يصرف على الخطة بتاعتهم. وهنا عبير تقعد مع صابر وتقوله ان هي عايزة تشتري مرتبة جديدة، وبعد كده فعلا يشتروا المرتبة ويجيبوا بعد كده حبوب منوم ويشربوها لصابر. وعلى طول دخل ومسك آلة حادة وضربها في صدره اكتر من 15 مرة، وكان بيضربها وبيقول كلمة واحدة بس: انت اخدت كل حاجة انا عايزها في حياتي. وهنا قصده كانت على عبير. وبعد كده حطوه في المرتبة، قفل عليه، وحصل القصة اللي انتوا شفتوها في كاميرات المراقبة. وفي الوقت ده على طول الشرطة تتوجه ناحية المكان اللي اتحطت فيه جثة صابر، وان هي بعد ما اخدوه بالعربية النص نقل من الترعة ودوه المقابر وكسروا قفل مقبرة ودفنوه هناك. طول اول ما عرفوا رجال الشرطة راحوا واستخرجوا الجثة وراحت للطب الشرعي، وده اللي ادى ووافق على قد ايه كلامهم